وبدون ان تستخدم عقلها تستشعر الخطر على ابنها. واضح محبتك لوالدتك من الطريقه اللي عم تحكي فيها. بنقول لك الله يطول لك بعمرها، ان شاء الله يحفظها لك، وان شاء الله دائما بتضلكم. الحمد لله. انا امي اللي عمرها 97 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. نسالها بتقول 100، لا هي 97. الله يعطيها طول العمر. اذا هذا كان سؤالنا المطروح للتصويت. دائما فيكم تصوتوا على www.nbc.net/صباح. والان ندخل الى أنطونيو كوين، الشاشه العربيه. شو بيعني لك هذا اللقب؟ اولا بيعني لي انه نحن فقدنا قامة كبيرة جدا، ومن المؤسف جدا انه نحن خلال فترة 4-5 سنوات فقدنا هامات لا تعوض. يعني محمود درويش، المغوط، سعد الله بنوس، يعني في هامات كبيرة جدا. فتصور محمود درويش يموت مع ممدوح عدوان. اولا يعني انا كثير الجمله هي صارت لها علاقه في كثير. وانا لما شفته اخر مره قلت له انت كترت لي اعدائي، لانه بالوسط الفني مو متحملين يكون خالد تاجة، فكيف بدي يكون أنطوني كوين؟ انت كترت لي اعدائي. هلا انا ما بنكر انه أنطوني كوين موهبه كبيره جدا وفنان عظيم وعنده كاريزما. هذا الرجل هائل يعني، وهو مو بس يعني ممثل، مخرج، وهو بيشتغل بالخزف وعنده معارض وبيرسم. يعني هو فنان تشكيلي. انا بجوز بلتقى شويه بشوي مع أنطوني كوين. انا بحب الرسم، يعني انا برسم. هلا من 83 ما عاد رسمت، ما عاد عندي وقت، لانه التلفزيون اكل كل شغلي. مع الاسف كان بامكاني انه انا اكون اخفف من شغلي، بس كان لازم اني اشتغل بهالغزاره هي. يعني انا السنه الماضيه عملت 13 مسلسل ما شاء الله وفيلمين سينما، فكان لازم اشتغل بهالغزاره، لانه نحن ما بناخذ مثل ما بياخذ الممثل الامريكي. يعني النجم الامريكي بياخذ وصل ل 40 مليون دولار على الفيلم واحد. فنحن بدنا 40 مليون قرن لحتى نحصلهم، وانا يعطوني هن ال 40 مليون دولار ما بيعودوا بيشوفوني النوم. يعني نقدر نقول استاذ خالد انه الفنان الاجنبي عارفين قيمته وبيقدروه وهو مرفه، ومظلوم الفنان العربي بالمقابل. الفنان اليوم صار حتى بالعالم العربي يعني صار معروفه قيمته بعد ما صغر الكون وصار قريه خاصه بهالفضائيات العجيبه هي. نعرف على انه الفنان له قيمه وين من كان في كل انحاء العالم، يعني وماديا ومعنويا وهو لا شك يعني هو مستكشف. هو وانا ما بقصد بالفنان بالتحديد فقط الممثل، بشكل عام الفنان بشكل عام، الشاعر، الرسام، النحات، هذول كلهم صاروا يعرفوا على انه هذول بيخلقوا مدنيه وبيخلقوا حضاره، وهذول هن راس الحرب، هذول اللي بيفوتوا بالمغامرات وبيدخلوا الى عقولهم الباطنه وبيستنبطوا وبيستخرجوا مخزون الانسان. هذا المخزون يلي لحد هلا بعض العلماء بيقول لسه ما استكشف الا جزء بسيط منه، العقل. فهذا الفنان القادر على الغوص في داخل اعماقه، ونحن ما بدنا ننسى على انه الانسان قطره ماء بمحيط، فكل شيء بهالقطره موجود بالمحيط كله اذا حللناها. وقت بيدخل بداخله بيستنبط بياخذ بيعني كل البشر، طب بياخذ شيء للانسانيه بشكل عام. هذا المستكشف يستحق التكريم، وهذا ما بيلتقى لا نتيجة دراسة ولا نتيجة تعليم. الدراسة بتيجي بتسقل الموهبة، الجوهرة لازم تكون موجودة، بس انت اذا بتشوف الجوهرة بالطريق ما بتشيلها بتفكرها فحم، بس هي بيجي جوهرجي اللي هي الثقافة بتسقله بتساويه، بصير له بريق وبصير له لمعان وبيعكس الالوان وبيعكس النور وبصير اسمه جوهرة. بس بالاصل لازم تكون الجوهره موجوده والا ما بيطلع من صحيح. مشان هيك نحن في عمليه نسبيه كثير.
بامريكا اقول يعني شيء شاذ جدا يعني ان يصل الممثل الى 40 مليون دولار، لانه بالاصل الفيلم الامريكي بيجمع راس ماله بامريكا، من امريكا. فنحن لهلا ما بامكاننا نجمع